أهلاً بيك في فنجانك النهاردة. قبل ما نكشف الاستخبى لازم تعرف إن دي مش مجرد قراءة، دي طاقة روحية واصلة ليك أنت بالذات. وعشان الرسايل دي تتفتح وتوصل لروحك وتغير حالك لازم طاقتك تكون متصلة بطاقة القناة. الاشتراك وتفعيل الجرس مش بس دعم، ده إذن دخول لعالم الأسرار بتاعنا. لو بتتفرج ولسه ما اشتركتش اعرف إنك واقف على الباب ومحروم من رسايل كتير متفصلة على مقاسك. فنجانك النهاردة فيه زحمة وفيه عين مرسومة في القاع، دي عين مراقبة، شخص بيتابعك في صمت، حرفه بدأ يظهر قدامي دلوقتي. الشخص ده جواه صراع، بيحبك ونفسه يقرب بس خايف من المواجهة. بس خد بالك لأن في طرف تالت بيحاول يشوش ويبخ سمه عشان يعطل المركب. الشخص ده تلاعب بيك كتير زمان، بس فنجانك النهاردة بيقولك كفاية، وقت الخداع انتهى والمستور بدأ يبان. أنا شايفة إنك مريت بفترة صعبة، شفت فيها وقاحة وتلاعب من ناس كنت فاكرهم سند، بس معدنهم الحقيقي بان وصدمك. بس بص هنا، في قلب الفنجان في سكة مفتوحة ونور، ده معناه إنك بدأت فعلاً تقفل الأبواب القديمة، واديت ظهرك لكل واحد استغلك أو حاول يكسنك. زي الزرعة القوية اللي بتشق الأرض وتطلع، روحك دلوقتي بتطلع جذور جديدة وأقوى من الأول بكتير. في تحذير من طاقة تعطيل، حسد قديم أو عين صابتك في رزقك وفي ناسك وخلت الدنيا واقفة. بس الفنجان بيبشرك إن الفرج قرب، واللحظة اللي قررت فيها تكون قوي وما تسمحش لحد يجرجرك لطريق غلط أو يخليك تخون نفسك، هي دي اللحظة اللي ربنا هيفتح لك فيها أبواب رزق ونور ما كنتش تحلم بيها. انت دلوقتي في مرحلة النصر، كل اللي ظلمك هيجي يوم ويشوف نجاحك بعينه، وكل باب قفلته في وش المنافقين ربنا هيفتح لك بداله جنة. خليك قوي وما تبصش وراك أبداً. لو حسيت إن الكلام ده لمس قلبك وهز روحك يبقى طاقة الفنجان وصلت لك فعلاً. ما تمشيش قبل ما تسيب بصمتك وتشترك في القناة عشان نقوي طاقتنا مع بعض ونوصل لحلمنا، وعشان نكشف أسرار تانية أعمق وأكبر. سرك دايماً في أمان، وسرك دايماً في الفنجان.